السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا دايما بخير، كل سنة وانتم طيبين. هنتكلم بقى في موضوع ايه؟ حكاية الدهن اليومين دول بديل السمنة، اللي طبعا السمنة وصل البلدي ب 170 و 200 جنيه. فقلت ايه، اجيب كيلو بقى من ايه، من اللي هي الدهن ده واجربه. واحنا كنا بنعمله طبعا زمان على طول، بديل السمنة النباتي والكلام ده كله طبعا احلى وحيواني ويبقى طعمها حلو جدا. فجبت كيلو هعمله معاكم، وان شاء رب العالمين تشوف طريقه حلوه جدا. انا جبت كيلو اهوت وفرمته عند اللي هو الايه بتاع الكفته. هنعلق عليه وهنبدا بقى ايه نمشي في الخطوات كده ونشوف هنعمله ازاي. انا دلوقتي بعد ما فرمته حطيته، كان الراجل هو الاحمر ده على فكره في المفرمه كانت فيها بعض اللحمه الحمراء، فايه مش هتعمل حاجه يعني. ففرمته وجبت حته اساسا بالنسبه للدهن ده تجيبيها من عند الايه، قالوا له انا عايزه كيلو دهن من هو عند اللي هي بتاعت الكليه بتاعت الذبيحه. دي بتبقى حلوه جدا، بتبقى مرمله، بتديكي طعم حلو قوي بالنسبه للسمنه البلدي. فانا جبت هنا كيلو وقلت اعمله معاكم ان شاء الله على القناه وتشوف النتيجه ايه. هنا انا حطيتها هو على نار، تحطيها على نار هاديه كده وتسيبها مع نفسها من غير ميه من غير اي حاجه. هي شايفينها بتبدا تعمل ايه، بتبدا بقى تسيح مع نفسها على الهادي. هنمشي خطوه بخطوه ونشوف بعد كده هنعمل ايه. بصوا كده حبايبي، بدات الدهن خلاص يسيح. انا كان عندي كمان كام حته دهن كده فحطيتهم برده معاهم، وبدات ايه اللي هي اسمها الايه اللي بقيت الايه المتبقي من الدهن بدات تصفر اهي. وبص السمنه، بص السمنه كده اهي بدات ايه تظهر هنا اهي. بص السمنه. هبدا بقى ايه اضيف ايه، هضيف عليهم كوبايه لبن. خلينا مع بعض كده سنه بسنه. بدات ايه خلاص بقى إيه كل الدهن ينزل ايه السمنه اللي فيه. هبدا اضيف له ايه، انا كنت جايبه كيلو الا ربع بس، كيلو الا ربع اللي هو دهن من عند الجزار. فهضيف له بقى ايه الاضافه الثانيه، هحط له كوبايه لبن. طبعا انتوا حبايبي هتقولوا لي طب انت حطيتي اللبن ليه؟ اقول لكم حطيت اللبن عشان اللبن ده اساسا بيتعمل منه القشطه وبيتعمل منه الزبده وبيتعمل منه كل حاجه. فانا حطيت اللبن اهو برده، وهسيبهم عشان يديله النكهه بقى ايه، السمنه الفلاحي اللي هتبقى ايه ريحتها حلوه جدا. اللي هو كل اللي عايم ده كل ده هيتصفى، كل ده الدهن المتبقي، بس هنسيبه لسه برده كده ايه يسرد مع نفسه. ماشي حبايبي، هنسيبه بقى مع بعضه كده اهوت لحد ما ايه ما يصفي اللي فيه كله. واحنا بنقلب ما تسيبيش التقليب، ايدك على طول محطوطه في قلب الايه اللبن مع الدهن لحد ما تحسي ايه يغلي غلوه يجمع السمنه كلها. هنشوفه كمان الخطوه اللي بعد كده. انا سايباهم على النار يا حبايبي اهو لحد ايه ما احس ان ايه السمنه فصلت لوحدها بقى خلاص عن الايه عن الدهن ده، وتبقى تبدا تظهر اهي السمنه. ماشي يا حبايبي كده، هنمشي مع بعض كده. اما الاسمر ده او اللي انتوا شايفينه لونه غامق ده شويه، ده تحمير اللي هو الدهن اللي عشان ايه سرد كل الايه السمنه اللي كانت فيه، ما بقاش بس غير الدهن ده اللي احنا هنجمعه. وده بيتعمل بقى المحشي بيع، بتحطي في اي خلطه بتبقى جميله جدا، انها برده مغذي وطعمه جميل جدا ومحمر، بيبقى حلو قوي في الطبيخ في الاكل، بيبقى حلو قوي. فاحنا برده ايدنا شغاله ما بتبطليش تقليب في قلب الايه السمنه دي مع كوبايه الحليب. هنسيبها برده كده لحد ما تفصل خالص وتحسي ان بقت سمنه بلدي فعلا، تظهر بقى السمنه خلاص. نبدا بقى ايه نشوف هنعمل ايه بعد كده. بص يا حبايبي برضه، بص كل شويه بتعمل زي السمنه مع اللبن اللي احنا حطيناها. بدا برضه بايه زي كانك بتسيحي الزبده، بدات اهي ايه بتبقبق بقى كلها كده عشان تتحول لك لايه لسمنه. هنمشي برضه في الخطوات هوريك كل شويه السمنه بقت شكلها ايه. بدات بص كده يا جماعه لو انتم شايفين بدات الايه تطلع منها ايه الصفار بتاعها اهوت وتظهر. هنفضل سايبينه كده مش هنضيف اي اضافات دلوقتي. بص يا حبايبي بدا السمنه اهي تظهر ولسه كمان اهو. شايفين السمنه بدات تتحول اهي، اللبن مع الليه بدا يتحول لايه للسمنه لسه كمان. هنسيبها برده كده مع نفسها كده على طول. احنا علينا بس ناخد بالنا ونقلب كل شويه. ماشي يا حبايبي، انتوا شايفينها اهي اهي. هنبدا بقى نشوف بعد كده برده هنعمل ايه واحنا ماشيين مع بعض ايه خطوه بخطوه.
انا سايباها يا حبايبي لحد ما تفضل تعمل السمنه كلها تاني، عماله اسيح فيها ومطي عليها النار وسايباها براحتها. هنشوفها برضو ايه بعد كده ايه اللي هيحصل. برضو يا حبايبي عايزه برضو اوريكي ايه. بص ادى الايه الدهن اهي. الدهنه قلت لهم عندي حته الكلي عشان بتبقى مورقه بتبقى حلوه كده، قلت لكم حته عشان اوريها لكم شكلها ايه ايه الدهن دي بتبقى حته من عندي، قلت حته الايه بص عشان بتبقى ايه متسايبه زي كانها ورق كده. برضو اهي سبتها لكم عشان تشوفوا شكل الدهن ايه. حطيت الحبه دول كان عندي برضو فايضين، فدول هضيفهم على الحبه اللي احنا ايه سيحناهم هم. هسيبهم برضو لما اهم من غير اي حاجه، من غير ميه، من غير اي حاجه، سايباهم على النار هاديه اهم يسردوا ايه السمنه بتاعتهم كده، وانا بقلب عشان برضو ما تتحرقش. هفضل اخليها كده على النار واضيفهم برضو الكميه اللي كنت عاملاها اهو. هسيبهم كده حبايبي برضو ونقلب فيهم لحد ما ايه ما يبداوا يسيحوا زي السمنه البلدي بالظبط. هسيبهم لكم واوريهم لكم برضو هما بيسيحوا زي بقيه السمنه التانيه. بص حبايبي بدات تسيح برضو ازاي. ادي الحبه الصغيرين كانوا فايدين عندي كده. بص السمنه وريحتها خطيره، ريحتها بلدي فعلا اهي. ادي الايه لان الحته دي حته بتبقى حلوه قوي وبتبقى ناعمه وطريه وبتبقى حلوه قوي في التسييح بتاعها وتحويلها لسمنه، لان هي اساسا ايه لا مؤاخذه اللي هو الجاموس او البقر او الحاجات دي كلها ما هو بيصنع منه اللبن، ولبن اللي بنعمل منه القشطه، فهي طبعا بيبقى طعمها كلها قشطه خالص وبيبقى ايه كانك مسيحه زبده اهي. بص بدات ازاي. هسيبها بقى لما تنزل كل السمنه اللي فيها اهو انا مطيه عليها. بص السمنه يا حبايبي اهي، وبعد كده هضيفها بقى الكميه التانيه اللي انا عملتها. شايفينها برضو حبيت اوريها لكم وهي قطع كبيره اهي. عايز افرمها افرميها، عايزه تسيبيها بس لازم تقطعيها قطع صغيره عشان ايه تبقى انت بتتحكمي فيها يعني ايه وتبقى تسيح اسرع كمان. ماشي يا حبايبي كده اهو. انا هسيبها برضو كده لحد ما تفضي كل اللي فيها واوريها لكم في الاخر. بصوا حبايبي الكام حته الصغننين طلعوا برضو اهي سردوا السمنه بتاعتهم ولسه برضو اهي بنقلب فيهم لسه عشان يكملوا. هقلبهم برضو عشان ينزلوا كل الحلويات اللي فيها، بيسموها حلويات وفي ناس بيسموها ايه زي ما ايه نقانيق مش عارفه اللي بيسموها ايه، يعني لها اسماء كتيره جدا بس احنا بنسميها اللي لو متبقي بقى من الدهن ده. ماشي يتسلوا بها دي بقى ايه يحطوا عليها حبه ملح بقى وفلفل اسمر كده وبتاكلوها بقى في العيش بتبقى طعمها خطير كده. خلاص اهي هي صفت كل اللي فيها. هحطها برضو اضيفها لايه لبقيه السمنه التانيه اهو عشان نكمل برضو مع بعضها السوا. وهحطها برضو على النار اهي وهوريكم بعد بقى ايه ما نصفيها بقى وبعد ما حطينا عليها اللبن. بصوا السمنه هوريها لكم حالا كل اهي وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. طيب خلاص هبدا بقى ايه اصفيها. خلاص انا سيحتها كلها اهي. دي الحته اللي سيحتها في الاخر اهي. وادي السمنه بتاعتنا بعد ما نضيف لها بس الاضافه الواحده اللي هو اللبن الفلاحي، ولازم يكون لبن فلاحي مش لبن اكياس ولا حاجه عشان يديك النتيجه والطعم الفلاحي بالظبط طعم الزبده، لان هو اللبن بيتكون طبعا من القشطه ومن الزبده وبنعمل منه الجبنه، فده اللي هيديها الطعم مع هي اساسا بتاع ده دهن حيواني من الجاموس او من البقر، هي السمنه البلدي بالظبط اهي. هصفيها ونشوف بس من ايه كيلو الا ربع انا جايباهم ليا او اللي هو الدهن، وحطيت عليهم كوبايه ونص لبن. ماشي يا حبايبي شوف طلعوا النتيجه ازاي. هنحطهم. هبدا بقى في الخطوه الجايه ان شاء الله نصفيهم واوريهم لكم اللي هصفي فيه. بس انا هصفيها البطرمان، جبت البطرمان نشفته خالص وهجيبه اوريه لكم. والطبق بقى اللي هحط فيه البطرمان بس تهدى شويه. بص سمنه بلدي بالظبط يا حبايبي اهي والطعم رائع. هنجيب البطرمان بقى واصفيها واوريها لكم شكلها ايه كده. حبايبي وصلنا كده لحد ما خلاص كده ساحه السمنه بتاعتنا اللي هي من الدهن. هبدا احط عليها ايه معلقه كركم. والكركم هنحطه ليه عشان الكركم مفيد وفي نفس الوقت بيديني للزبده صفار جميل جدا كانها زبده فعلا طبيعيه. فانا هحط عليها معلقه اهو كركم وهقلبه. وهحط كمان ناقص ايه ناقص كمان شويه ملح عشان الملح كماده حافظه، فهحط له برده كمان معلقه ملح. يبقى كده تبلته. حتى لو عايزه ايه تعينيه مثلا فتره ولا حاجه زيها زي الزبده اما بتسيحيها بتحطي على السمنه ايه بنحط على السمنه معلقه ملح مثلا على حسب الكميه اللي انت بتحطيها. فانا هحط كمان معلقه ملح على الزبده دي بتاعت اللي احنا سيحناها اهي. وهقلب ده كله بقى كده
وانا حطيت ليه دلوقتي ما حطيتش الكركم من بدري هو والملح، عشان الكركم ما يغيرش لونه او تضيع الفايده بتاعته. انتوا عارفين طبعا يا حبايبي ان الكركم ايه بيقوي جهاز المناعه، فانا حطيته في الاخر بس يديني اللون الحلو ويديني ما يكونش كمان الطعم بتاعه محروق مع قدح السمنه. فاخر حاجه بتحطيها ايه؟ بتحطي الكركم وبتحطي معاه ايه؟ معلقه الملح او حسب الكميه بتاعت الايه الزبده، هو برده ما بيأثرش. دلوقتي بقى هصفي واوريه لكم في الايه. انا البطرمان عندي اهو ناشف وجميل ومغسول ونضيف ومعقم، هبدا احط فيه واوريكم الكميه بقى اللي احنا عملناها من كيلو الا ربع ده. ماشي. ادانا قد ايه سمنه؟ شوف السمنه سعرها كام دلوقتي. السمنه دلوقتي ب 170 ودخلت على 200 جنيه كمان، فالكميه دي حلوه بالنسبه لنا. من ايه؟ كوبايتين لبن او كوبايه ونص لبن. الكيلو لبن مثلا 18 ب 20 ما اعرفش دلوقتي سعره كام. نص كيلو يعتبر هو كوبايتين نص كيلو. نص كيلو ب 10 جنيه، على الدهن دي كنت انا شاريها ب 50 يبقى 60 جنيه. 60 جنيه هنشوف الكميه وهنوزنها قدامكم ونشوف عمل قد ايه في ظل الغلاء اللي احنا فيه. هصفيه معاكم برده واوريه لكم كده حبايبي اهو. همسك بقى واصفيهم، بس مش عارفه اصور طبعا واوريكم السمنه وهي نازله في البتاع اهي، بس سخنه على ايدي شويه، فانا هصفيها واوريها لكم. انا عملت حبه اهوت، بس لسه بقت الكميه اهو. بص الحبه اللي عملتهم، بس ايه عشان الحله سخنه على ايدي شويه، دافيه يعني مش سخنه قوي، ولكن ايه حاسه ان هي ايه يعني بتلسع في ايدي. فانا هصفي بقيه الكميه واوريه لكم كده حبايبي. فضيت السمنه بتاعتي اهي. بص الجمال، بص المنظر بتاعها احلى من السمنه، والريحه ما اقولكوش على الريحه. الريحه روعه اهي. سمنه بلدي، سمنه بلدي اهي يا حبايبي. وادي الايه اللي هي بيسميها بقى الحلويات بتاع، شفت حلويات المذبح اللي بتطلع اهي. دي الايه باقي بقى الحاجات اللي احنا طلعت بعد ما ما سوينا الدهن كويس. دي بيحطها بقى، تحطيها على محشيات، بتحطيها على انت عارفه لو تحطيها كمان على اللحمه المفرومه، بتحطيها على اي حاجه بتديك طعم. في ناس بترش عليها زي ما قلت شويه ملح وفلفل وبياكلوها كده بالعيش، بتبقى حلوه قوي. في رغيف حواوشي ممكن تحطي عليه شويه لانها دهون، احسن ما تحطي عليها الزيت النباتي والكلام ده كله المهدرج، ده بيبقى حلو جدا برده معاها. احنا كده فضينا الحله كلها خلاص بالمصفى وصفيناها هنا اهوت. وادي السمنه زي ما قلت لكم حبايبي، هنوزنها قدامكم اهي. ادتني حوالي كيلو سمنه من كوبايتين لبن، وحوالي كيلو الا ربع اللي هي الدهن بتاع بتاع الذبيحه. هوزنها معاكم على الميزان حالا وتشوفوها. ماشي يا حبايبي. والطريقه حلوه جدا، وما تنسوناش لو كنتوا وصلتوا هنا معانا لحد الفيديو ما تنسوناش تدعمونا وتعملوا لنا وتعملوا لنا لايك واشتراك في القناه اللي لسه داخلين جداد، عشان ده طبعا بيسعدنا وبيفرحنا مع تعليقكم الجميل، وتكتبوا لنا رايكم فيها، وما تنسوناش من الدعاء، وجزاكم الله خير. هوزنها بس قدامكم وبعد كده هوريها لكم وهي على الميزان كده حبايبي. الميزان قدامكم اهو، اهو مصفر على الصفر اهو. هنحط بقى عليه السمنه اللي احنا عملناها سيحناها دلوقتي. ادي بطرمان السمنه دي. عامل كام يا حبايبي اهو. ادي بطرمان السمنه اهو بجمال وشكله جميل جدا. وادي الميزان اهو، يعني عمل كيلو الا شرطه واحده، يعني كيلو يعني ما يكملش يعني 10، يعني كيلو الا يعني حاجه بسيطه جدا، ما تسويش ليمونه. هو يعتبر واقف على الكيلو كمان. ماشي يا حبايبي. يبقى كده عندنا من ابسط الحاجات في الوقت الحالي مع غلاء الاسعار. عملنا كيلو سمنه فلاحي ابو 180 جنيه ولا ب 170، ده ممكن يوصل ل 200. عملناه باقل التكاليف. الدهن بس جبته ب 50 جنيه وب 10 جنيه لبن، حبه الملح ومعلقه الكركم. عملنا السمنه البلدي الجميله دي. ما تنسوش طبعا تعملوا لنا اشتراك في القناه وتدعمونا عشان يوصل لكم منا كل جديد. طبعا اذا اللي وصل معنا دلوقتي لحد نهايه الفيديو ده، ما تنسوناش من الدعاء اهم شيء. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه ان شاء الله دخول علينا شهر ان شاء الله رمضان. اللهم يا رب بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ان شاء الله يا رب. ولا تنسونا من الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله. بحبكم في الله.
نسيت برضه اقول لكم على حاجه قبل ما اقفل الفيديو، ان هسيبها في التلاجة شويه، واوريها لكم بقى ايه على الترميله بتاعتها الجميله بعد ما تتمسك شويه في التلاجة، او تسيبها حتى بره عشان احنا الجو بارد. هسيبها بره شويه لمده ساعه بس، وهتشوف الترميله والحلاوه بتاعتها زيها زي الزبده بالظبط، وزي السمنه اللي انت بتسيحيها، والريحه خطيره. ان شاء الله هغطيها بس تهدى شويه، خلاص هي قربت تبرد. هغطيها واوريها لكم حالا تاني قبل ما نقفل الفيديو ان شاء الله. ودي السمنه حبايبي اهي بعد ما اتجمدت، اوريها لكم اهي على ريحتها وعلى جمالها. بسم الله ما شاء الله. هطلع لكم منها في الطبق اهوت. بص السمنه اوريها لكم حالا. بسم الله ما شاء الله على الترميله اللي فيها اهي. بص يا حبايبي شايفينها؟ بص الترميله اللي فيها، والله ريحتها فعلا بحلف بالله ريحتها سمنه بلدي خالص، مش مفيش ريحه دهن ولا فيها اي ريحه وحشه. شايفينها يا حبايبي اهي؟ دي في الطبيخ بتبقى حلوه جدا، استعملها في كل حاجه، كل اكلك استعمليه طبعا. لكن الحاجات اللي هي حلويات والكلام ده كله لا، بلاش الحلويات. يعني استعملها في رز معمر، استعملها في الطبيخ، استعملها مع الرز بتاعنا العادي. ماشي يا حبايبي؟ مع ان برضو في ناس بتستعملها كمان في الرز المعمر في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي كده بنستعملها. فالريحه خطيره، مش هقول لكم على ريحتها وعلى جمالها، والله الترميله فيها حلوه جدا اهو. بصي يا حبايبي اهي، ما فرقش خالص عن السمنه، والريحه بتاعتها خطيره، ما فيهاش لا ريحه دهن ولا ليا ولا اي حاجه. الريحه جميله جدا، ان شاء الله جربوها اهي يا حبايبي اهي على الترميله بتاعتها اهي. ماشي يا حبايبي؟ تجربوا ان شاء الله الطريقه دي وتقولوا لنا في تعليقاتكم ايه رايكم فيها، وان شاء الله تعجبكم طريقتنا وتعملوها باذن الله وتجربوها. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.